السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في القناه انا وابناتي. المهم البنات سمحوا لي على التاخير اللي تاخرت عليكم ديال الفيديو اللي وجدت مع ضيافي. انا ان شاء الله دابا ان شاء الله غتشاهدوا كامل. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا كلكم على خير وبخير. المهم اليوم غنشارك معكم من الحليوه ديالي اللي غنوجد للضيفان ديالي. غنصايب معكم الكعبه. والبنات اللي بغى الطريقه وعجينه اللوز والعجينه كيفاش كتعجن يمشي لصندوق الوصف يشوف الطريقه ديال الحشوه ويشوف الطريقه ديال العجين. انا ان شاء الله دابا غنوجد معكم كيفاش كنخدم الكعبه وانتم معايا ان شاء الله. وغنشوف نوريكم الشكل الثاني حيت انا غندير جوج شكل ديال اللوز وغندير ان شاء الله صابلي. حنت العجينه البنات والحشوه راه جالحتهم في القناه ودخلوا لصندوق الوسط غادي توركوا عليه وغيديكم القناه نيشان. راه جالحتهم شحال هادي، داكشي علاش ما بديتش معكم من الاول. دابا انا بديت معكم غير من الاخر وان شاء الله نتوما معايا. كندير بحال هكا بالزربه، ما كنتعطلش ملي كنكون خدامه بحال هكا. كندير الطريقه بحال هكايا، ما كنديرش بوحده بوحده، يعني كنقدر ندير 4 5. هذه كتسهل عليا الخدمه وكنخدم بالزربه، يعني ما كنتعطلش. كنبقى نطلع فيها بحال هكايا الكعبه، يعني قد الفرن اللي بغيتو بس نهويها. شوف ما تكون عندي شي هذوك كيكون الهواء داخل خصني نثقبها غير بشويه، يعني ما نثقبهاش بزاف باش من بدا طيب ما تفرقعش ليا. كنبقى نخدم بحال هكايا وكنطلع الكعبه كما بغيت الفورمه اللي بغيتها انايا كنتحكم فيها. هذه بحال هكا كتسهل عليا انا الخدمه، ما كنديرش بوحده بوحده كنغنتم غاديه. كتسهل عليا ديال الخدمه بزاف. كندير 4 كندير 5 كندير حتى 6. كتكون عندك يعني الكعبه بزاف راه هاد الخدمه ساهله بحال هكايا. ان شاء الله غتشوفوا الطريقه ديال الطهي ديال الحلوى ديال عجينه اللوز، وغتشوفوا ان شاء الله حتى صابلي كيفاش غنوجدوا معاكم. غيكون ان شاء الله التحضيرات ديال الضياف، يعني كنوجد هادشي قبل الضياف ماشي في نهارو، يعني خصكم تكملوا. دابا ديال الحبه الاخرى البنات، دابا غنخليها تنشف ليله كامله. عاد غنوريكم الطريقه كيفاش غادي نطيبها. صافي دابا نخليها ترتاح نشف ان شاء الله. عاد من بعد غادي نشارك معكم ديالها والطريقه ديالها. البنات غادي نسرح الطريقه الثانيه. درت 6 دابا درت 5. ندير شويه نشا، ندير 5 غندير 4 دابا. وانا غندير هاد المرشم ان شاء الله ولا غندير نخدم به. قطعها ندير دابا هكا، غندير هكايا غندير هكا. هيا البنات
كتكون فيها 16 غرام. على حسب بغيتوها كبيره كتجي صغيره، اللي بغيتو نتوما. غادي دابا ندير لها هذا الشكل هذا. كتجي على هذا الشكل، كتجي على هذا الشكل. بغينا نديرو ليها منقاش، كنقدروا نديرو لها المنقاش من هنا، من الجناب، من هذا الجنب بحال كتجي بحال هكايا على شكل وريضه. كتجي على الطريقه زوينه. وهنا غنديرو لها من الطيب، نديرو لها شي عقيقه ولا شي حاجه ان شاء الله. ندير معكم الشكل الثاني. الا كانت شي حاجه زايده كتحيدوها. انا حيت قطعت بالمورس الصغير ما ضيعتش العجينه يعني. ندير شويه فيها في النشا باش ما تلصقش ليا. كندير لها بحال هكايا وكنحطها نيشان وكندير هكا صافي. هي ببساطه كتحيد. كندير كنطلع بحال كنطلع عليها هاد هكا. بحال هكا كتجي. كتجي على هاد الطريقه بحال هكا. البنات، هو صابلي دابا انا خدامه في صابلي. قبيله درت معكم حلوه اللوز، دابا ان شاء الله نخدمها في صابلي. والبنات اللي بغى المقادير ديال صابلي يمشي لصندوق الوصف، راه غيلقى الرابط تمايا يورك عليه. راه غادي يدينيش القناه، راه تما اللي حل المقادير ديال صابلي. انا عندي دابا هاد الطابع وعندي هاد الطابع وعندي هذا. ان شاء الله من عند التزيين ديال الشوكولاته غنوريكم. عندي هذا، عندي هذا، وعندي هاد الشكل. عندي هاد الشكل غنشاركو معاكم، كيجي تا هو زوين اللي غنعمرو ان شاء الله من الوسط. هانتوما معايا غتشوفوني باش غنعمرو. هاد الشكلات وان شاء الله نتوما معايا ملي غنبدا ندير فيه، نبدا نلصق في الشوكولاته. نتوما ان شاء الله معايا غتشوفوا الطريقه ديالي. والفران البنات راه كنديرو 150 ديال الدرجه. وعندي انا الفران ديال الفرفاره، يعني الفرفاره كيخلي العافيه كتجي مفرقه في الصابلي. وان شاء الله ملي غنسالي غادي تشوفوا معايا الطريقه ديال التزيين. البنات، انا غندير معكم التعميره اللي غندير في الصابلي ديال المول. يعني درت ليه غيكون غير بالشوكولا وبالكاوكاو والكوك. عندي 200 غرام ديال الكوك، وعندي 100 غرام ديال 200 غرام ديال الكاوكاو و100 غرام ديال الكوك. عندي واحد النكهه شويه. الكوك البنات راني حمرته شويه في الفران باش عطانا اللون ديال الكاوكاو. غندير واحد شويه النكهه ديال الفريز. وغادي دابا ندير العسل، نخدم بالعسل. غنجمع بالعسل، يمكن لكم تجمعوا بالعسل ولا بالحليب نيسلي اللي بغيتو. غندير العسل بسم الله، نخلط بحال هكا.
دابا مني درت هذا المول، يعني هذا المول نتوما اللي بغيتو، انا اختاريت هذا المول بحال هكايا هو اللي غنديرو ان شاء الله. وذوبت الشوكولا، دابا الشوكولا راه ذوبته درتو في البوشيطه. غندير واحد التخطيطات يعني غير بحال هكايا عشوائيا، ماشي غنقاد ولا شي حاجه، بحال هكا بحال هكا بحال هكا باش يجيو باينين في ديك الزويقه ديال الشوكولات مزيان بحال هكا. نحاول نوصل الجناب باش يجي زوين بحال هكا. شوفوا دابا ما وصلش ليهم نعاودهم، كيجي بحال هكا على هذا الشكل. دابا ندير بحال هكايا ونخليهم يبردوا حتى يبردوا، عاد غادي نزيد عليهم الشوكولاط الابيض ديال الحشوه ان شاء الله. الحشوه ديروا اللي بغيتو نتوما، يعني كل واحد يدير اللي عجبو. انا غنوريكم الحشوه ديالي. هيا البنات دابا كندير بحال هكا بالشيته، كندير الشوكولاط هنا، كندير مع الجناب بالشيته باش ما يبقاش داك، يعني كنغطي كل هاد المول، كنخليه مغطي كله، كنتم غادي بحال هكايا ونخليه تاني غادي يبرد. غنديروا البنات في الثلاجه، ملي غيبرد غنشارك معكم الحشوه اللي جا وجدت معكم، ومن الفوق عاد ان شاء الله غندير ليه ثاني الشوكولاط. حتى الغدا عاد نحيدو. انا البنات دابا غندير الحشوه بحال هكا، كندير لها بحال هكا كامله، ندورها هنايا يعني كتلصق ليا راه مع فيها العسل، كنديرها هوك. ودابا غندير الشوكولاط من الفوق، كنكب الشوكولاط بحال هكا، كنعقبها للثلاجه حتى تبرد ان شاء الله. ساعه نشاركها معكم ان شاء الله. كنديروا لها بحال هكا البنات، انا عاد باش ما يجيكمش الفيديو طويل، كندير لها بحال هاد الشكل بحال هكايا وندخلها للثلاجه ونخليها نتسنى على تبرد. منها غتبرد ان شاء الله ديك الساعه غنوريها لكم. ها هو البنات ملي بردات دابا انا حيدتها. دابا البنات ملي حيدتها يعني يمكن لكم تعمروا باش ما بغيتو نتوما، يمكن لكم تخليوها بحال هكا، يمكن لكم تعمروها بالفواكه الجافه. انا غندير النكهه ديال الفريز وشويه الناباج وشويه الكليكوز، يعني معلقه ديال الكليكوز، جوج معالق ديال الناباج وشويه هاد الهواء هو اصلا كيعطي اللون. كندير شويه ديال الفريز صافي، وغنعمر هادو من الوسط بحال هكايا صافي، وغنديرهم في كويطات. البنات ها هو الصابلي كيفاش طاب، كيجي على هاد اللون بحال هكايا مذهب زوين. هو دابا غنديرو التزيين ديالو ان شاء الله. دابا هذا هو ديال هاد المول، وهذا المول البنات هو هذا. ملي كيبان لكم باقي مسخ راه انت يلاه حيدتو منه، يلاه ساليت من حيت الشوكولاط، كنخليه حتى كيبرد وياخذ الحق ديالو في البروده. هذا كتحيديه. وطريقه تذويب الشوكولاته البنات راني لايحه في الفيديو الاخر، وركو على الرابط راه غادي يديكم حتى تذويب الشوكولاط راني لايحه. دابا البنات انا غادي ندير هاد الملون الفضي، نديرو هو الاول. هذا ان شاء الله غادي نلصقو، كيجي بحال هكا. شوف كيفاش كيجي البنات، ها هو كيفاش كيجي. غندير نلصقها دابا، كنحطها بحال هكا، كنخليها فشي بلاصه تكون قاده. غنعاود معكم وحده اخرى البنات. ها هو كيفاش كيجي هذا اللون، كيجي زوين. دابا الشكل الثاني نديرو معاكم، كنديرو الشوكولاط هنا الوسط، غنديرو هكا. وهذه البنات غندير لها شويه هذا الناباج اللي ذوبته شويه وشويه كوفيتير،
بغيتو تخليوها بحال هكا تقدروا تخليوها. انا بغيت ندير لها شويه ديال اللوز هرمش بهذا الشكل هذا. كتجي على هذا الشكل. الثاني ندير الناباج هنايا في الجناب. يعني بغيتو تخليوه على الشكل بحال هكا تقدروا تخليوه. انا ما بغيتش نخلي كلشي سامبل. هاد الشوكولاته بوحدو بغيت ندخل شويه اللوز هرمش. غندير اللوز بحال هكا. بهذا الشكل بحال هكا كيجي. هذا البنات الشكل الثالث درت فيه اللوز ايفيلي ودرت فيه دوك الفواكه المعسله الالوان ديالهم. كديروا كيكونوا اللوينات كيجيو زوينين، الخضار والحمار والصفار، ولا الليمون كيكون معسل حتى هو كيجي مع اللوز ايفيليتو كيجي زوين. كيجي بحال هكا البنات، ملي كتجي بحال هكا هي التشكيل. حتى هي غنحطها هنا. غادي ندير الشكل الاخر بحال هكا. على هذا الشكل هذا كتجي زوينه البنات. بالنسبه للبقلاوه غنديرها على الشكل الشرقيه، ما نديرش بقلاوه اللي كنديرو حنا. وغنديرها لكم ان شاء الله في فيديو اخر يكون مشروح مزيان. دابا مع الزربه وداكشي ما شرحتش لكم مزيان. عندي هنا واحد الرابعه ديال الكاوكاو، وعندي واحد الراس ديال المعلقه ديال القرفه. عندي البنات واحد شويه ديال الفاني حتى هو كنضيفو. غندير شويه السكر بلاصي ما نقويش حيت في الاخر غتكون معسله. يعني حساب واحد 5 المعالق هكاك ديال السكر بلاصي. مره اخرى ان شاء الله غنعطيكم العبار المدبور. دابا غنخلط البنات بالزبده. غنخلط دابا بالزبده. يعني ما غتكونش الزبده كثيره بزاف بحال البقلاوه الاخرى، حيت هذه كتجي شويه الزبده شويه، حيت غتكون الزبده فيها هي في الورقه. صافي دابا غنجبد الورقه نتوما معايا ان شاء الله. غندير معكم الطريقه الشرقيه ديال البقلاوه. عندي هنا عجينه الفينو، هي البنات هي هذه اللي كنستعمل. يعني البنات اللي كيسكنوا هنا في ايطاليا كتباع عند الجزار هاد الورقه. ها هي في النهايه. وانا دابا غطيتها درت ليها فازيف وغطيتها بميكا وغطيتها بزيت اخر من الفوق. ضروري البنات تغطيوها راح ملي كتشوف البرد كتنشف. انا نوريكم الطريقه البنات كيفاش كنبغي نديرها. غندير الزبده، غندير دابا الزبده بحال هكا. ضروري نديرو فيها الزبده، نخدموها بالزبده مزيان. غندير دابا شويه الكاوكاو اللي خلطت قبيله. شفتوا الطريقه اللي خلطت بها. غندير هكا هنا، غندير هكا. وتكون مرخوفه البنات يديكم، يعني ما حاولوا ما ديروش تخدموش ويديكم كتكرزوا فيها.
حاولوا البنات ديما غديروها، ديما خليوها مرخوفه، حيت هي راه ملي غتدخل الفران غتكبر، غتنفخ ديك الورقه، غتنفخ. نخليوها فين تنفخ باش ما تجيناش مزيره بحال هكا البنات. دابا غنديرها في اللاطه ومن بعد غندهنها بالزبده وندخلها للفران. اما البنات كيفاش استفت الحلوى، انا كيفاش استفتها كيفاش جات. وسمحوا لي البنات ما شرحتش لكم مزيان التفاصيل ديال الحلوى، سمحوا لي البنات بزاف. وان شاء الله في فيديوهات اخرين غنشرح معاكم ان شاء الله التفاصيل ديال الحلوى كامله. وما تنساوش البنات اللي عجبكم الفيديو ديروا لايك وديروا اشتراك وبارطاجيو مع احبابكم واصدقائكم. وشكرا لكم البنات كاملين.